السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي لكم فيديو جديد، فيديو مختلف، فيديو تعريفي عن نفسي وعن حياتي وشغلي وكده. وماما قاعدة معايا في الفيديو عشان برضو تتكلم معايا، عشان اشجعها. تشجعني، ولو في حاجة فلتت مني تقول برضو عليها. انا شغالة في الميك اب والشعر وكده. بسافر بره كتير. بتسافر فين؟ انت ما بتروحش الا المنصور؟ والله ما بتروح الا المنصورة ومصر. بس وسافرت امريكا. انت عايزة كده؟ سافرت بتحلمي؟ امال ايه؟ الشهر اللي فات وهي نايم. مشت وهي نايم. ده انت بتستعبط بقى. قعدت هناك يومين بس هي ما تعرفش. بسافر على طول. رحت الكويت برضو من اسبوعين. لا والله ما حصل. بنتي يا امل انت بتستعبطي ولا في ايه؟ المهم شغلي عن الميك اب زي ما قلت لكم. بروح ادي كورسات وبشتغل هناك يعني، وبروح ادرس برضو هناك. فعلى حسب الكورس وكده بجمع ناس وبشتغل على اساسه. وانا ان شاء الله الاسبوع الجاي رايحه السعوديه هدي هناك كورس. بتذكر لها ايه؟ خليها جنبك عشان 3 ايام. 3 ايام ان شاء الله. 3 ايام. بقوم يومي عامل ازاي؟ بقوم من النوم الصبح، افطر توست، عيش توست مع كوبايه شاي بلبن. ده اساسي في الفطار. انا فتت اسمها ايه؟ القدس اسمها. فتتها في كوبايه الماء، في كوبايه اللبن. فتت البتاعه اللي انت بتقول عليها دي. ايه؟ عملتها، قطعتها حتت كده وحطيت عليها لبن وكلتها. المهم ماشي. الغدا بقى بتاعي ما باكلش لحوم، ما باكلش فراخ خالص لان ده ممنوع عني. الله اكبر. لان انا يعني مش مياله للحاجات دي، مبحبهاش. انا عايشه في مدينتي في القاهره. يعني انا قاعده صحت ما في ايه؟ شربت كتير كده يعني. انا هصلح لك. بوابه 5. المهم بوابه 5. شقتي هناك دور تاني. ده والله في الخام. والله في الخام. في الخامس. المهم لا انا جايبه دور تاني لان يعني الفيو في الدور التاني احلى من الادوار العاليه. بس ماما عندها ايه، توهان شويه، ما بتعرفش. الله اكبر. والله العظيم انت اللي عندك توهان في الدار الخامس يا اهلنا. عايزاكم الفيديو ده ما تنسوش تحطوا له لايك، تشتركوا في القناه، عشان هقول لكم على الايام الجايه على حاجات جامده وحاجات كتير هتيجي. بس ان شاء الله اللي عايز يحجز معايا في كورس السعوديه الاسبوع الجاي يكلمني. يا امل ما تتكلمي حلو بقى. انت ما انتش مظبوطه. انت واخده حاجه. يكلمني وانا ان شاء الله هحجز له معايا. انا نازله. رايحه فين؟ نازله الرياض. هقعد في الرياض الاسبوع الجاي ان شاء الله. هقعد هناك 3 ايام الكورس. في ناس كتير حاجزه معايا هناك قوي بصراحه. سعر الكورس 3000 ريال. امك رايحه السعوديه. انا عارف بتروح على طول امريكا والسعوديه. ما انا قاعده معاكم وما هو ما شفتش انا الكلام. لما كنت في امريكا الشهر اللي فات. ايوه انت كنت معايا على فكره. انا يبقى انا بمشي نايمه وانا مانيش عارفه. بصراحه بتعب من السفر. لا ده كنت بقولك والله. بتبهدل. السفر متعب برضه يا جماعه، وطياره وراحه وجايه وبهدله. يعني ماما لولا ان هي بتبقى معايا وشايله معايا الشنط وكده كنت اتبهدلت. زمن بالمشقلب الوقت. بدل ما هي اللي تشيلها انا اللي بشلك. فهمتم الوضع ازاي؟ ربنا يعيننا يا رب. يا رب.
طول عمرك شايلة الاسية يا ماما يلا وكده. معلش يا بنت، انا عليا الحمد. إيه، عايز تيجي معايا السعودية الاسبوع الجاي ولا ايه رأيك؟ طب يا ريت توديني عند السعوديه، وانا اروح احج واروح ازور مفيش حاجة النبي. الايام ده يا ماما، انت عاملة حاجة أروح 7 مرات. لا ده والله 2 يا ام، حجت مرتين. مرتين عمر. عمر بس لا بس بس أنا انت عايزة أحج. عملتي حاجة، انا وديتك 7 مرات حج. ودتني والله ما انت اللي مودياه. انتوا رحتوا حج 7 مرات. انا رحت عملت عمره مرتين، بس عايزه حجه كبير. يومي ماشي اني بقوم كل يوم الصبح، بروح الجيم العب رياضة. راح رغبه رغبه التانية يا هاجر بحياة ربنا. باجي من الجيم ما بفطرش، بحاول ما والله افطرش عشان العظيم. الرجيم. بتغدى برضو حاجات خفيفة. وما قلت لكم شغلي انا بعمل ميك اب وبعمل يعني متخصصة شعر وبشرة. شغلي مش متوقف على المكان اللي انا عايشة فيه، لا انا بسافر زي ما قلت لكم من شوية دول كتير، بروح ادي كورسات وبعمل ايفنتات. بجد يا هاجر يا امل في الكلام ده هينزل كده؟ وانت يا ماما مش بتشوفيني وانا مسافرة؟ لا. لغتي الأساسية إنجليزي، بس بحاول إن أتكلم مصري. ده التلب اللي هو مصر، امال اللي بقى، بحاول يا ماما، مببقاش حابة بس بحاول. امال اللي ما اتعلمش ما بعرفش يعمل الف باء دي يعمل ايه؟ يتعلم، لو انت عايزة تتعلمي علم. لا ما ينفعش بعد ما شاف المهم ما بحبش التصنع، ما بحبش التصنع خالص. تصنع. بتقول ايه يا هاجر؟ ولا انت عارفه لها حاجه؟ انت لخبطت الدنيا. بحاول أكون طبيعية قدام الكاميرا زي ورا الكاميرا، ما عنديش أي حاجة بخبيها عليكم. شغلي هو اللي أنا بكلمكم عنه، ده أساسي. سفري والكلام ده يعني أنا هي عايزه تطلع على التليفون عشان تعرفكم الحقيقه. فأنا بقول وعايزه تعرف حبايبها كلهم هي مين وبتشتغل ايه. فدي الحقيقة اللي انا بحكي لكم عليه، ده الحقيقة. ما بحبش السفر لمصر كتير، قعدتي بره اكتر، بالذات يعني الدول الاوروبية وكده. ماما باخدها زيارات بسيطة، ما ببقاش يعني ما حصلش. مش يعني هي ما بتحبش السفر، بتدوخ وبتتعب. ما انا بشتغل يا ماما، بقولك بدي كورسات يا ماما، انا بقبض باليورو وبالدولار. يعني ايه؟ يعني ما تقومي يا هاجر تعالي هنا. باخد بالدولار يا ماما. بس انتي بقى ايه يعني، انتي مش عارفة كتير، حاجات كتير مش عارفاها، مش لازم اقولك كل حاجة يعني. غير كده بقى باجي عند ماما هنا مرة كل سنة. مش نفسك ببقى تصدع الدنيا كلها ساعة ما باجي. ما ببقاش حابة ان اجي هنا. بتقوم متضايقة على طول ساعة ما تيجي عند ماما. الجو هنا مش بيعجبني خالص، لا جو الخضرة ولا الريف والكلام ده، لا مش بيعجبني الجو ده خالص. صح. ببقى حابة بقى يعني هناك في نظام في العيشة وفي حياة احلى من كتير من هنا. هم خدوا على العيشة دي بقى خلاص، هم حرين يعني، هم دماغهم خلاص قفلت على الجو اللي هم فيه. لا بحاول الجو اطلعهم بتاعنا ده كده. بس لما تروح عند الغد كده وتيجي وتشم والبامية الهوا اللي شوكتني هناك. وتشم الهوا الغاد. امي يا جماعه مش عايزاني اتكلم، بتخاف من الحسد. لا والله ما حصل. مش حابه ان انا اتكلم عشان هي بتخاف من الحسد، تقعد تجيب بخور وترقي رقاتك واسترقاتك من عين وتقعد تجيب بقى عين العفريت وحاجات كده بنسمع عنها، وما بتبطلش يوميا على لازم تبخر وتقعد تعمل حاجات غريبه ولها طقوس غريبه قوي. لا والله ما حصل. وتقفل على نفسها يا جماعه، احنا بنخاف منها ساعات يعني. فقرا حتى قال قل هو الله احد والفتح. وبتقعد بقى كلام من ده، فاحنا بنحاول يعني انا بحاول ما اكونش موجوده كتير، لاني بخاف من الجو اللي هي بتعمله ده. يا ستار يا رب. ما برتاحش معاه فيه. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني قوي. انتوا عاملين ايه؟ تأمزك كده ليه؟ ما تعنيش بقى، ما تضايقنيش يا ماما. طيب اعملي حلو. ماما ما ينفعش تقعدي تعمليه كده قدام الناس. ناس ايه؟ الفيديو. مشروبك المفضل بتحبي تشربي ايه؟ الشاي. لا انا بحب الايس موكا. امك دي تعالى خدها من هنا، ده مش نافعه خالص. الله وكيل امك ما عارفه تتكلم ولا عارفه تعمل حاجه. ها؟ وريد بول وستينج. طب انت تتصوري لوحدك. طيب انت عندك كام سنه؟ انا عندي 70 الوقت. 70.
اه انا عندي 22 سنه يا جماعه. اللح 22 سنه. سافرت فين قبل كده يا ماما؟ رحت السعوديه مم. ومصر مم. والمنصوره مم. وبورسعيد مم. والمنزل. وما رحتش الكويت؟ لا والكويت. ده مم. الكويت اول قبل السعوديه. إيه، انا رحت امريكا والبرازيل ورحت كندا ورايحه السعوديه ان شاء الله الاسبوع الجاي. وبرضه رحت الكويت عشان ما انساش. الكويت دي قعدنا فيها كتير قوي لما انا زهقت منها بصراحه، يعني من كتر ما رحتها كتير. انا اللي رحت، انت ما زي- رحتي؟ لا رحت. والله ما رحت. على فكره يا ماما انت ما خدتش العلاج، بس هو ده اللي بيأثر معاك. قوم خد علاجك عشان ما تتوهيش ونلخبط الدنيا ولما اكون بقول ما تكدبينيش في العلاج غلط. طلعنيش مش كده قدام مش الناس انت برضه. قايله نتكلم ونقول الصراحه. ما انا بقول الصراحه طيب، طيب برضه ما أمال- تطلعيش شكلي وحش قدامهم، يعني بحاول اعرفهم عشان كده ايه يعني دي كهرباء. معايا عشان ده يعني. لا انت الفيديو قايله الناس احنا تحبه عايزين والناس تشوفه. نقعد نتكلم بصراحه. ما أنا يبقى بتكلم انت اللي بصراحة بقى. بتكذبيها. خلاص امريكا وفرنسا والدنيا دي ما كلها. انا بروح، ما يعني شايفين الباسبور بتاعي انت يا بتاعي ماما. خلاص خلاص وانا قايله لك اكدبي معايا وصدقي الكدبه وكده. بصي دي باسبورتاتي، ده القديم وده الجديد اهو. ايه دي يا بيه؟ فرق دي. طب وريني الصوره عشان تعرفي ان ده انت الصورة. ما خدتيش العلاج. انت لو كنت اخدت العلاج. وريني الصوره ده دي. القديم يا جماعه، ما ينفعش اوريهم الصوره يا ماما، الكاميرا تليفون. وده ممكن. الجديد اهو. دي الباسبورتات دي بتاعتي. بتعمل ايه؟ فهي عشان ما حدش خدتش ياخد العلاج المعلومات فسامحوها يا اللي جماعه. ها؟ عليه. عشان سامحوها. محدش ياخد المعلومات اللي على الباسبور. ما ينفعش في ارقام كده. فسامحوا ماما يا جماعه عشان هي لها علاج ما خدتوش. هي حتى لو لا ده نزلت- انا هبطل العلاج دي. أنا مش واخداه. فسامحوها يعني لو ما خدتش العلاج او حاجه، عشان ده اللي مخليها ناسيه الكلام. وعدوا لها يعني، عدوا كده الكلام اللي هي لا بتقوله. اله الا الله. لا اله الا الله. عدوا لها وكده. يلا ماما معلش برضه هو سن وكده. وهي يا جماعه عندها 60 سنه، ما عندهاش 70 ولا حاجه، بس هي برضه العلاج بيأثر جامد معاها. خلاها تشوف ربنا حاجات يستر. وتفتكر حاجات مش حقيقيه. باسبورتات اهي. دلوقتي يعني وريني كده اللي يكون بتاعني. بتاعك فين يا ماما؟ انا بشوف بتاعك فين طب بص وريني. اهو عشان تعرفوا. هي عندها باسبور برضو انت بتنسى. جبت بتاعي. لا بجد بتوعي والله تبع انا وحياة ربنا، والله العظيم تبع. ودلوقتي انا عملت في امي مقلب حلو. مقلب ايه؟ التصنع، وان اقول حاجات مش موجوده. انا بقول ده وإني انت واشوف رد فعلها واشوف هي هتمشي معايا في الموضوع، بس هي مش قادره يعني وهتتعايش في الكلام ولا لا. فلو الفيديو عجبكم عرفوني، والسلام عليكم ورحمه الله السلام وبركاته. عليكم ورحمة الله. لايك السلام وشير عليكم. وسبسكرايب للقناه، ومع السلامه. مع السلامه.